السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين الكحك القمر ده، اللهم بارك، دايب جدا وتحفة بجد. عايزة اقولك هديكي اسرار وتكات عشان الكحك بتاعك يطلع ناجح جدا حتى لو انتي لسه مبتدئة. كمان هقولك على سر محدش هيقولهولك غيري، ازاي تطلعي الكحك بتاعك الملبن يكون جواه سايح جدا ومش ناشف حتى لو انتي عجنتيه وضفتيله سمنة بلدي. يلا بينا. قبل ما نشوف الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب لمطبخ مكة. اول حاجه عندي 550 جرام من السمنه البلدي، وانا هنا مستخدمه سمنه بلدي. تقدري تضيفي سمنه نباتي مع سمنه بلدي، تقدري تستخدمي نباتي بس زي ما انتي حابه. رفعت السمنه عندي على النار وهسيبها لحد لما تتقدح معايا. وهنا بقى عندي كيلو من الدقيق، نص معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من ريحه الكحك، ودي بتجيبيها من عند اي عطار. عندي معلقتين كبار من السمسم اديت لهم تحميصة بسيطة، ومعلقة من الخميرة. أنا هنا استخدمت الباكت ده وبيكون وزنه 10 جرام. وعندي كوباية إلا ربع من المية الدافية، وريحة الموز هستخدم منها معلقة صغيرة. وعندي سكر هاخد منه معلقتين صغيرين بالمعلقة دي، أو ممكن تضيفي معلقة بمعلقة الأكل العادية، وكمان ذرة من الملح. دي كل المقادير بتاعتنا اللي هنشتغل بيها وصفة النهاردة. دي تاني وصفة معانا من شغل ونواعم العيد. سجلي الفيديو ده عندك واحفظيه، هتحتاجيه، وإن شاء الله هتطلعي أنجح وصفة كحك دايبة وأطعم بكتير من المحلات. ضفت عندي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من ريحة الكحك وذرة الملح، وهسيبهم عندي دلوقتي على جنب. بأكد عليكي إن المية بتاعتك تكون دافية. أنا هنا استخدمت معلقتين صغيرين اهمت من السكر مع الباكت الخميرة اللي بيكون وزنه 10 جرام. لو عندك الباكت الكبير يبقى هتستخدمي منه معلقة بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هقلب بقى المكونات الجافة مع بعضها، وهسيب الخميرة بتاعتي على جنب لحد لما تتفاعل. اهم شيء ان انت تقلبي المكونات بتاعتك كويس جدا وتتأكدي ان كلها اختلطت مع بعضها بالشكل ده. في المرحلة دي السمنة بتاعتي زي ما قلت لكم كانت قدحت معايا بالشكل ده. اهم شيء تكون بتعمل فوران بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا ما ننساش يا جماعة، لازم ننطق الشهادة على الدقيق بتاعنا، لان طبعا السمنة بتكون سخنة جدا ودي سنة اتعودنا عليها. ما تنسوش تصلوا على الرسول لو وصلتوا معايا لحد هنا. ببتدي اقلب كده بمعلقة خشب زي ما انتوا شايفين، لان السمنة طبعا بتكون سخنة جدا وايدك مش هتستحمل الحرارة. ببتدي اقلب الدقيق كده مع بعضه لحد لما الدقيق ده كله يختفي معايا والسمنة تكون اختلطت مع بعضها. لو ما عندكيش ميزان هتستخدمي السمنة بتاعتك ازاي؟ ممكن تستخدمي كوباية معيارية او كوباية يكون حجمها 200 جرام. تمام كده. هتستخدمي كوبايتين ومعلقة كبيرة، ودول هيدوا معاكي 550 جرام لو وزن الكوباية 250 ملي. اما لو وزنها 200 ملي يبقى هتستخدمي كوبايتين ونص من السمنة. في المرحلة دي ابتديت اقلب الدقيق كده بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين الكحك اللهم بارك، دايب دوبان يا جماعة، مفيش أحلى ولا أطعم من كده. كمان الكحك على السخن بيعيش معاكي مدة طويلة وبيفضل معاكي محافظ على نفس الطعم. شايفين هنا الخميرة بتاعتي كانت خلاص فارت، حطيتها هنا في حاجة واسعة عندي في طبق واسع وسبتها على جنب. وهنا بقى هبتدي أبث في الكحك. المرحلة دي أهم خطوة من خطوات نجاح الكحك، لازم تبثي كويس جدا على قد ما تقدري، لأن الكحك يا جماعة ما بيتعجنش. بأكد عليكي الكحك ما بيتعجنش. أهم خطوة في مراحل الكحك ونجاحه هي إن احنا نبث الكحك بالطريقة دي. في المرحلة دي اعجيه في الكحك زي ما انت عايزة. أهم حاجة إن يكون كل الدقيق بتاعك اتغلف بالسمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى القوام بتاع الكحك بتاعي ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة جدا. هتفضلي تبيسي في الكحك مش أقل من 10 دقايق ل 12 دقيقة بنفس الطريقة. في المرحلة دي هبتدي أضيف الخميرة بتاعتي، وكمان هضيف معلقة صغيرة من ريحة الموز بالشكل ده. وعايزة أقول لكم يا جماعة ريحة الموز بتنقل الكحك في مكان تاني خالص، ودي طبعا اتعودنا وتربينا عليها من واحنا صغيرين. في المرحلة دي أنا مش بعجن، أنا يدوب بلم السوائل مع العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس عشان أنا مسرعة الفيديو فمتهيأ لكم إن أنا بعجن.
قوام العجينة تحفة جدا يا جماعة وطرية، واللهم بارك، مفيش أحلى ولا أروع من كده. تعالوا بقى نختبر العجينة بتاعتنا ونشوف قوامها. ببتدي اخد قطعة كده من العجينة وببدأ ألفها ما بين ايديا وأضغط عليها بالشكل ده. لو ما شققتش معايا يبقى كده العجينة بتاعتي ما شاء الله ممتازة وناجحة جدا بإذن الله. شايفين بقى قوام العجينة طرية جدا وما شاء الله. بغطيها كده عندي بكيس بلاستيك عشان ما تعملش معايا قشرة. جبت عندي نص كيلو من الملبن وضفت عليه معلقة من السمنة البلدي. ونيجي بقى للمكون اللي هيخلي الملبن بتاعنا يفضل سايح جوه الكحك بتاعنا وما ينشفش، وهما معلقة كبيرة من الحليب بضيفها على الملبن. بالتالي الملبن بتاعنا لما يدخل الفرن في قلب الكحكاية ويبدأ ان الحرارة تسويه، اللي هيتبخر معانا السوائل، بالتالي الملبنية هتفضل طرية معايا ومش هتحجر ابدا ابدا معايا. قطعت الملبن بتاعي لكويرات بالشكل ده. عايزه اقول لكم قوام الملبن طري جدا وكمان تحفه. ضفت عندي بقى قطعه كده من الحشو في قلب الكحكايه بتاعتي ولفتها كده ما بين ايديا وبقت بالشكل ده. لو مش هتقدري تتحكمي في حجم الكحك بتاعك بايديكي كده بالنظر، يبقى هتوزني على الميزان. انا هنا هوريكم ان احنا بنلف العجينه ما شاء الله اللهم بارك، شايفين بتتلف معايا بكل سهوله. تعالوا شوف القطع بتاعتي اللي انا بقطعها بتطلع كلها اللهم بارك. حجم القطعة بتطلع كده معايا بالنظر حجمها بيكون 24 جرام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش هتقدري تتحكمي زي ما قلتلك بالنظر يبقى هتوزني على الميزان. حاولي بالتقريب ان انت تطلعي حجم كرات العجين كلها تكون قد بعضها. نيجي بقى ننقش الكحك بتاعنا. شايفين ده اللهم بارك، النقشة ما بتطلعش في المنقاش ولا اي حاجة، ما شاء الله تحفة جدا. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بلف العجينة ما بين ايديا كده بالراحة وببتدي انقشها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك، مفيش اجمل ولا اسهل من كده. شايفين الجمال؟ تحفة جدا. برضو هنقش كده معاكم كمان واحدة شكل تاني تقدروا تنقشوا بأي شكل انتوا حابينه. نيجي بقى للطريقة التانية في التشكيل وهي البصامة. ببتدي أضغط كده بالبصامة على الكحكاية بتاعتي بالشكل ده. ومهم جدا نسيب فاصل ما بين كل كحكاية والتانية علشان لسه هتختمر معانا. وهنا شكلت كل الكمية بالشكل ده. نيجي بقى للتسوية. بدخل الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 160. أنا ما بخمرش الكحك يا جماعة، يدوب الفرن بتاعي بيسخن بدخل أول صاج اشتغلت فيه وبيطلع معايا بالشكل ده. شايفين اللون؟ اللهم بارك، تحفة جدا. كمان النقشة محافظة على شكلها، ما اختلفتش معايا خالص لما دخلت الفرن. والملبن بقى مش قادرة اقول لكم دايب دوبان جوه الكحك. قوام الكحك بتاعي اللهم بارك، تحس ان انتي بتاكلي غريبة، مش كحك خالص يا جماعة. تحفة بجد ومفيش اجمل من كده. زي ما قلتلك على السر بتاعنا وهو معلقتين حليب على الملبن، هتخلي الملبناية بتاعتك سايحة جوه الكحك ومستحيل ابدا ابدا انها تنشف جوه الكحك مهما قعد في الفرن. شايفين التسوية؟ بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 160 وبتابع الصاج وبلفه من وقت للتاني وبيطلع بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. باكد عليكي انا ما بخمرش الكحك لان اوريدي احنا منشطين الخميرة، يدوب بدخل على طول وبيطلع معايا بالشكل ده. كمان مش بشغل المروحة أثناء التسوية، بشغل بس الفرن من تحت، ولو حسيت ان اللون من فوق محتاج ياخد معايا لون بفتح الشواية دقيقتين وبتابع الصاج بتاعي وبيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستنوني في وصفة جديدة.